ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الكيكه اللي انتوا شفتها في اول الفيديو ديت ايه بتلات بيضات. طبعا انا هقول لكم في حاجات قابلتني طبعا، يعني المفروض الحله ديت كانت تبقى اتقل من كده، او القاع بتاعها يكون تقيل او سميك، او يعني يكون محمل. دي كانت خفيفه جدا. ماشي. فهمسكها كده هنا بزبدة، بس طبعا دي كان غلطة مني، مع ان انا كان عندي حلال اتقل من كده وتقيلة جدا، ألمونيا يعني. بس كانت تحت السرير، فعشان كده بقى ايه، فقلت هستخدم ديت، وانا ما كنتش اعرف، بس هي قعدت كتير في الفرن، بس يعني استوت وبقت وعليت، يعني كانت كويسة الحمد لله. بس انا بقول لك يعني الحاجات اللي هي قابلتني هنا بقى، دول 3 بيضات بحرارة المطبخ او الغرفة، يعني كانوا برا ماشي. وهنا دولت كانوا كوبايتين دقيق، وعليهم بقى اسمه ايه كيك رشة ملح و... وطبعا ايه، وما كنتش حاطه بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. انتوا عايزين حطوا شويه. ودي كميه السكر اللي هاخد منها، وده لبن اهوت ماشي، وفانيليا وزيت. ودي اهو ده الزيت ماشي. طبعا كده الفيديو شغال، عايزه احكي لكم يعني على حاجات يعني حصلت هنا ماشي. يعني انا مش عارفه احنا في، يعني احنا في عالم ما يعلم بالله ربنا، لما جارتي سلفها يقتلها ويشيلها ويرميها في العربية، وياخدها ويحطها في شويل، وياخدها ويرميها في الرشاح. يعني ايه اللي فاضل تاني لما اخوك يبقى في شغله وتيجي تضرب مراته، يعني تضرب مراته على دماغها، وبعد كده بعد ما يغمى عليها تخنقها وتسيبها وتروح تسأل الطابونة اللي في أول الشارع عندك شوال؟ بيديله شوال. قال له لا، ده الشوال ده صغير، انا عاوز شوال كبير، اكبر شوال عندك. قال له ما عنديش. يقوم يروح يجيب خد الشوال، وقام لففها في مشمع، وملبسها الشوال من فوق، ويقوم شايلها وحطها في العربية. وبحيث ان هو عشان الكاميرات ما تبينش فيه ايه، يقوم عامل ايه بقى، يقوم جايب الانتريه قديم ويرميه في العربية من ورا، ويحطها هي قدامي. طب ليه؟ ليه؟ وانت ما ذنبها هي ايه؟ ذنبها هي بتقول لك كلم اخوك وعاوز يتجوز، يعني هو مطلق ومعاه ولاد وعاوز يتجوز، فبقول لها خلي اخويا يساعدني. فهي بتقول له لا، كلم اخوك، انا ماليش دعوه. هي بقى ذنبها ايه؟ هي ذنبها ايه؟ يعني هي ربنا يعلم، هي بتخرج تشتغل وتيجي عشان خاطر عيالها. ليه يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني هو ليه؟ منه لله يعني. فيعني احنا في عالم ما يعلم بالله ربنا. يعني انت تسيب اخوك في شغله وتيجي تاخد عربية نقل تقول لسه هنقل فيها انتريه وبعد كده تقوم جاي الساعة 2 بالليل تتهجم على مرات اخوك وتقوم ضاربها على دماغها. يعني محدش عارف هي يقولك هي كانت الصبح كان جوزها فين، الله اعلم. بس يعني وقال لك انا جيت، يعني الحكومه جابته كده، وكان بيدور معاهم عليها، يعني هو كان بيدور معاهم عليها. وفي الاخر الكاميرات لما جم بقى رجعوا الكاميرات تاني يوم، اما قالوا ده هي اختفت ومش اختفت، جم يراجعوا الكاميرات لقوه شايلها في الشوال ورماها في البتاع. الحكومة بقى جابته وقالك انا اخويا ملوش ذنب، انا اللي قتلتها لوحدي. لا قتلتها لوحدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. اه والله العظيم، يعني اللي انتم عاملين نكد على البلد كلها. والله العظيم ايه ده. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا بقى حطيت على البيض 3 معلقة فانيليا بس، وهضربه كده. بعد كده انزل بقى بايه يعني انا خدت حوالي مج سكر، نص هنزله طبعا ايه تدريجي، ويا ريت يعني يا ريت يفضل ان يكون السكر
بودر، بلاش حبيبات، ان الحبيبات خد مني وقت جدا عقبال ما اتضرب. طبعا ما نعمش بسهوله، وبالذات سكر التومين كمان، يعني سكر التومين ده ربنا اللي يعلم بيه. الحبايه كبيره. هنا بقى قعدت اضرب بالصوف الفوم لحد ما هنا ده البياض بس. ماشي اهو، بصوا عامل منقار كده، فكان زي الفل. ادي هنا بقى هاخد البياض، يعني البياض هنا هحط عليه الصفار. معلش انا مش مركزه والله، ان احنا في قلق من يعتبر من يوم الخميس الصبح. يعني من يوم الخميس الصبح وهم عمالين يدوروا عليها، هي جارتي هنا وانا اعرفها يعني، واتكلمت معاها كذا مره، طيبه جدا طيبه جدا وفي حالها ملهاش دعوه بحد. هحط هنا بقى نقطتين فانيليا على البياض عشان الصفار. يا سيدي، مش مركزه والله، يعني ربنا انا الله وانا اليه راجعون. هنا بقى هضرب بقى كده، وهنزل بقى بالزيت على الايه، على البياض مع السكر، وهفضل بقى اضرب لحد ما الايه يعمل ايه اللي هو لحد ما يعمل اللي هو البياض الصفار دوت. هفضل اضربه بقى كده مع بعضه. والله يعني معلش سامحوني ان انا مش مركزه في الفيديو، بس انتوا اكيد شايفين يعني قدامكم انا بعمل ايه، وكل خطوه هي بس ماشيه معاك واحده واحده. ماشي، هنا بقى هنزل باللبن. ممكن تضربي الخطوه دي في الخلاط، انا مش عارفه ما ضربتهاش في الخلاط ليه ساعتها. بس اهو بص، عمل بقى كده البياض دوت، هنزل بقى عليها بالايه بالدقيق، حبه 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 حبه، وهقلب بقى بالبتاعه دي، اي حاجه بقى مضرب عندك. ال انا خدت كده واحده من بتاعه المضرب الكهرباء ديت وايه، وفضلت بقى ان انا اقلب الدقيق الاول. حطيت يعني كوبايه ونص دقيق بس، يعني ما حطيتش دقيق كتير عشان خاطر ايه ما تبقاش ما تلاقيها مش كيكه اللي هي الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها، لا ديت يعني سايله شويه. هو الفيديو معايا بقاله كتير اوي، يعني مش هقدر اقولكم، ممكن يكون بقاله شهرين تلاتة. والله الفيديو ده معايا بقاله شهرين تلاتة. هنا بقى بنزل بالدقيق واحده واحده لحد ما احط الايه كوبايه ونص كده، وبعد كده بقى اخد من هنا كده اهي البياض دوت، هاخده بقى احطه على ايه، على بتاع كده، وهقلب من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، عشان بحس ان انا ما موتش البياض، ما خلوش ايه اللي هو يبقى سايل كده، لا من تحت لفوق كده. وهنزل بقى واحده 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 واحده. بعد كده باخد الكميه دي كلها كده احطها يعني ادخلها الهوا الاول، واحده 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 واحده. بس انا ما قفلتش معاك، هو الفيديو زي ما هو كده والله، يعني بطبيعته، ما عملتش في اي مونتاج خالص خالص، كل حاجه زي ما هي، يعني ما عملتش معاكم في حاجه. يعني بالله عليكم انتوا ادعوا لها بالرحمه، يعني ادعوا لها ان ربنا يرحمها ويصبر اهلها ويصبر عيالها، يعني ابنها الكبير في تانية اعدادي وادعوا لها بالله عليكم ان ربنا يصبر قلب امها عليها، ودي الكبيره بتاعتها، يعني ربنا يصبرهم يا رب، وربنا يرحمها برحمته. انا لله وانا اليه راجعون. والله يعني هي مأثرة فينا جامد قوي، يعني مأثرة اصلا، في عاملة ضجة في البلد، والناس كلها بيحلفوا ان هي طيبة الدنيا فيها وأدب الدنيا فيها، من بيتها لشغلها ومن شغلها لبيتها. يعني حتى الجيران هم اللي لاحظوا ان هي ما شوفوا من ادبها واخلاقها، ان الجيران بيقولك يعني ما خرجتش النهارده، هي متعوده انها تخرج كل يوم علينا. فهم طبعا استغربوا ان هي ما خرجتش النهارده، فقالوا لامها، فامها قالت لك عادي، يمكن تعبانه النهارده ما راحتش الشغل، او تلاقيها شويه وهتخرج، يعني هي بتشتغل في مستشفى. هنا بقى بصوا البتاع اللي اسمه ايه، طبعا كانت الحلة كبيرة طبعا على الحلة صغيرة على البتاع، فاخدت كميات تانية في ايه، في بولة تانية كده. هخرج بقى يفقعات كده، وبعد كده بقى ادخلها على فرن شغال قبلها ب5 دقايق. بصوا هنا بس، يا ريت والله تحطوها يعني في حلة صغيرة عن كده. ادي هنا اهي بعد ما خدت سوا، هقلبها بقى. بصوا اهي بعد ما اتقلبت، ما كانش فيها اي حاجة، بس هي كانت عايزة الحلة تبقى ايه، تبقى سميكة شوية، يعني تبقى البتاع بتاعتها القاع من تحت تقيلة عن كده، لكن زي الفل. بس اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.